كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل طلب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الرحيل عن النادي نهاية الموسم. وأوضح المصدر أن كهربا يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي لتعويض الغرامة المالية الكبيرة الناتجة عن أزمته مع نادي الزمالك، بالإضافة إلى عدم اعتماد المدرب السويسري مارسيل كولر عليه في الفترة الأخيرة. مارسيل كولر أبلغ لجنة التخطيط أنه ليس لديه مانع في رحيل كهربا، بشرط تعويضه بلاعبين في الخط الهجومي، خاصة مع قرب رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست. كهربا ينتظر الآن الضوء الأخضر من مسؤول الأهلي لتقديم عرض رسمي وبدء إجراءات الرحيل. جدير بالذكر أن كهربا سجل هدف فوز الأهلي في المباراة الودية ضد النجوم، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.